النهارده هنتكلم عن الطريقة الخامسة والأخيرة في سلسلة طرق المذاكرة، ودي الطريقة اللي أنا اعتمدت عليها طول فترة الكلية والحمد لله قدرت أتخرج بامتياز. وملخصها كالآتي: أول حاجة بسمع المحاضرة في نفس اليوم اللي أنا أخدتها فيه. تاني حاجة بعمل قراءة سريعة أو أقرأ الجزء اللي أنا هذاكره بطريقة سريعة بعد المحاضرة عشان أقدر أكون كونت صورة عامة عن الجزء اللي انا هذاكره. بعدها ابدا اجيب امتحانات سنين سابقه للدكتور عشان افهم ايه النظام بتاعه في الامتحان وايه نظام الاسئله او الجزئيه دي بالذات في الامتحان بتكون جايه ازاي، وده هيسهل عليك طريقه المذاكره. رابع حاجه بجيب ورقه وقلم واعمل مايند ماب واشرح بصوت عالي وافهم نفسي المعلومه. بعد كده برجع تاني بعد يومين اراجع المعلومة، بس براجعها منين؟ من الكراسة او من المكان اللي انا كنت بذاكر فيه وعامل فيه المخططات بتاعتي، والموضوع مش هياخد منك 10 دقايق. والمرة الثالثة والاخيرة ان انا قبل ما ابدأ اي جزئية جديدة في نفس المادة براجع على الجزئية القديمة اللي انا ذاكرتها، والموضوع مش هياخد منك 10 دقايق، وبكده اضمن لك ان المعلومة ثبتت ومش هتخرج من دماغك. جربها وهتدعيلي، ولو عايز طرق تانية عن المذاكرة ما تنساش تتابعني.